نرى موضوع المداخلة هو المحافظة على التراث المغربي وسبل تثمينها، وخاصة مدينة جرسيف. من خلال مداخلتي سأحاول الحديث حول موضوعين مهمين، هما الشق الأول المتعلق بالتراث وتعريفه على المستوى العالمي، وكذلك بعض البنود والقوانين التي سطرت بعض المواضيع المتعلقة بالتراث، منها طبعا التراث المادي والتراث الغير المادي بالأساس. أما الشق الثاني فهو يتعلق بالترميم الذي سأحاول التطرق فيه إلى ميثاق البندقية لسنة 1964 الذي وضع أول لمسة حول القوانين المتعلقة بالترميم، وكذلك سوف أتطرق إلى عملية الترميم خلال القرن التاسع عشر، وعملية الترميم التي تمت بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وهذا الهدف منه هو مساعدة وتحفيز فعالية الصاهرة على تعريف بذاكرة مدينة جرسيف من أجل القيام بعملية ترميم لبعض المآثر الموجودة بالمنطقة.